صباح الخير، حبيت ان انا اجرب معاكم حاجه مختلفه خالص. تعالى اوريكم ايه الورق اللي قاعد ينفش بالشكل الغريب ده. وكاننا هناكل بالظبط حاجه شبه الشيبسي، ولكن بحاجه من غير البطاطس. تعالوا اوريكم ايه بقى الحاجه اللي انا قاعده احطها في الطاسه دي وبقليها. ده عباره عن ايه؟ ده ورق الرز. ده شكله ورق الرز، هو منشأه حاجه اسيويه اكتر، وده بيبقى شكله في الاساس. انا جبته من زمرة فود، ده موقع موجود اشتريته منه. ده شكله الاساسي. بعد كده ابتديت ان انا اقصه بالمقص بشكل عادي خالص، الاشكال اللي انتوا عايزينها، هو مش بيفرق قوي في الاشكال. وبقليه في الطاسه. انا بس هنا هو الفكره ان هو بيشرب زيت، فخدوا بالكم ان القلي يكون الزيت اقل من كده شويه، بس برضو يعني يبقى فارش كده في الطاسه كويس عشان ما يشربش زيت كتير. ان انا غلطت في الغلطه دي المره دي وانا بعمله لكم. بس بحطه على ورق مناديل، مناديل مطبخ يعني عاديه خالص. وبعد كده بضيف له التوابل اللي انا بحبها، اي توابل بقى انتوا بتحبوها تقدروا تضيفوها. وبعدين بتقلبوها مع بعض كده. تعالوا بقى اوريكم صوت القرمشه بتاعته. وبس كده تجربة مختلفة شوية. واشوفكم على خير، ولو عجبتكم فكرة القناة ما تنسوش تشتركوا فيها، ومن أمومة بتكبر بيكم وبتشجعكم. اشوفكم على خير. باي باي.